تحصل بهذا الشكل؟ والله يا فندم، هو انا منفصله بقالي سنه ونص. انا كنت متزوجه جنب حماتي وزوجي كان ولد وحيد على بنتين. تزوجت 13 سنه. طبعا عانيت فيهم كتير جدا، يعني مشاكل. فهم حسوا ان انا يعني ايه ماليش حد يعني. فكان في تطاولات كتيرة وضرب وإهانة، وهو طبعا كان شخصية سلبية جدا معاهم. أي موقف يجي يضربني يشتمني، مراتك عملت كذا، ضرب، مرة كسر لي مناخيري، مرة حرقني بالمكوى. اتعرضت لإهانات كتير وشتيمة وسب. بس أنا كنت بستحمل عشان خاطر ولادي يعني. وعشان انا يعني وصلت لمرحلة من كتر الاهانة اللي انا كنت بتعرض لها منه ومن اهله، لمرحلة عدم الثقة بالنفس. انا كنت واصلة لمرحلة ان انا مش ما عنديش ثقة بنفسي تماما. اللي هو واحدة عايزة تعيش بس عشان خاطر تربي عيالها. اني واحدة ما ينفعش ان هي تبقى مطلقة. اني انا لو اتطلقت الناس هتقول عليا ايه، المجتمع هيقول عليا ايه. فبقيت ان انا استحمل يعني. من اول سنة جواز وانا بواجه مشاكل كتيرة يعني. بس طبعا هما ما كانوش منصفين معايا خالص. حاولت دايما اقول لهم يعني اعتبروني بنتكم. وكنت دايما اقول لوالدته يا ماما واقول لبابا يا بابا، وكنت اخش لهم. كانت تجمع ولادها وجواز بناتها عندها. كنت في رمضان ببقى قاعدة بفطر لوحدي وهي مجمعاهم عمالين يفطروا مع بعض، وانا ببقى قاعدة لوحدي. اي مناسبة، اي فرح، اي حاجة ما كانوا بيتجمعوا على طول. ما كانت تقول لي طول ما عيالي موجودين ما تخشيش، وهم يقولوا لي مش عايزينك. اجي اخش يعملوا معايا مشاكل. غير بقى ان هو يعني كان بيشتغل الصبح وبعد الظهر، فكان بيجي من الشغل اصلا الاقيه مره واحده متغير. طب في ايه مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ انتي قفلتي الباب في وش ابن اختي. اضرب اشتم. يعني انا واجهت 13 سنة انا كنت بعاني حرفيا، ودي مش كانت يعني اول طلقة، دي تالت طلقة. من ضمن الطلقات اللي انا اتطلقتها برضو ان هو كنت مرة قاعدة فلقيته جاي بيتصل بيا. بيقول لي انتي كنتي سايقة عربية كيا وانا قاعدة في البيت. انتي جايبة عربية كيا؟ طب ايه، اختي شافتك مراتك سايقة عربية كيا؟ كده اتهامات كده من هذا طيب احنا القبيل. وصلنا لمرحلة الانفصال التام. ايوه وانت حاليا انا بقى اتطلقت. انا خلاص يعني انا جبت اخري وقلت خلاص انا عايزه انفصل، انا مش هقدر اكمل في الوضع ده. انا من ساعه بقى ما اتطلقت يعني كل اللي انا واجهته معاهم 13 سنه ده كوم، والسنه ونص دول كوم تاني خالص. وحضرتك منفصلة؟ منفصلة. انا شفت اللي محدش في الدنيا شافه. انا واحدة بطولي يا جماعة. معايا اولادي. يعني كل ذنبي في الدنيا ان انا عايزة اربي ولادي. يعني انا عايزة اربي ولادي في سكينة وفي هدوء وفي امن. اب معلش لا بيسأل على ولاده، ما بيصرفش عليهم. يعني عافرت عشان اجيب نفقة 3000 جنيه، باخدها نفقة منه عشان اصرف على الثلاث ولاد، اللي هو ال 3000 جنيه اصلا ما يكفوش مصاريف دروسهم. انا ما بشتغلش، مش عارفه اشتغل. انا دايما مهدده بيهم على طول في تطاول. بيجوا الشقه جنب مني هنا مقفوله، اخواته واحده ساكنه على اول شارع الطيار والتانيه ساكنه عند. ايوه، بدون يعني بدون تفاصيل. التانية ساكنة بعد مني بمحطتين، ولادهم على طول هنا. هم على طول هنا هبد ورزع. ده في الشقة المجاورة لحضرتك؟ المجاورة لحضرتك كنت يعني كنت مركبة باب خشب. في فيديو هما بيكسروا باب الخشب. الجامع تحت يعني الجيران ركبوا لي باب حديد رأفة بحالي. ركبوا لي كاميرات، كسروا لي كاميرا، ركبوا لي كاميرا تانية. ضرب، خبط، رزع. طبعا انا ولادي نفسيتهم متدمره. يعني انا ابني يعني بقى تعالج من حاله ودول اكتئاب. ولاد عمته اللي ولا لا، وعمتهم. يعني هم عمتهم كانوا الاول هم يعني هم اللي مباشره ليا. دول ضرب. الكبار تقصدي؟ الكبار اخوات طليقي. اه. بيجوا بيشتموني ويكسروا عليا الباب، وضرب وقلة أدب. وفي فيديو هم عمالين ولادهم بيشتموني وهم قاعدين في العربية تحت مولعين أغاني. على الوضع ده مرة مع مرة شافوني ساكتين قالوا بقى إيه، إحنا عايزين نطفشها من الشقة. الأخير بقى اللي حصل، الفيديوهات الأخيرة اللي هي المقززة جدا اللي ما هي حصلت. دي بقى الفيديوهات دي. ده الأخيرة دي كانت امبارح. هما طبعا أنا رحت عملت كذا محضر
يعني بستغيث بالحكومه لاني انا مش عارفه، يعني مش عارفه اعمل ايه. فمره اخدوهم حبسوهم يوم، كانوا هم جايبين لي بلطجيه باسلحه بتوك توك، حبسوهم يوم وطلعوا اخدوا سجن 6 شهور، وطبعا دفعوا علشان يطلعوا ياخدوا براءه. طب تمام. ايه اللي حصل امبارح؟ اللي حصل امبارح ان هم طبعا بقوا يترددوا على البيت دلوقتي، علشان هم عاملين لي قضيه طرد من الشقه انا وولادي، وعامل عقود سوريه وعقد ايجار حديث والحوارات دي، ان انا المهم اطلع انا وعيالي يعني من الشقه. تمام. انت ايه دي شقه ده شقته وشقته، تمكنتي منها انا واخده تمكين منها واصلا وصلات الميه والنور والغاز، وصلات الميه والنور والغاز كلها باسمه، وانا متجوزه فيها ودي شقته، وهو لما جه تقدم لي دي شقته. بس طبعا لما انا اتطلقت هم عايزين الشقه، عايزين يبيعوا الشقه عشان هو بقى يعيش حياته بقى. فطبعا يرمي بقى العيال دي في الشارع. طب اللي حصل عملوا حمام. الفيديو اللي احنا نشرناه، مين الاولاد دول؟ عيال اخواته اللي كانوا بيتغوطوا قدام الباب. ايوه، ما هم بقى ايه، هم دلوقتي يعني رافعين عليا طرد، فهم شغالين في المحاكم وشغالين ان هم بيطفشوا فيا. طبعا تطاول من اخواته، ولما لقوا ان الموضوع بقى ان انا كل شويه اسامه كده، بقوا يسلطوا الولاد عليا، وباب الشقه كان مفتوح، هما كانوا جوه مسلطين الولاد عليا. ماشي. الولاد بقى طبعا شتيمه، قله ادب، شتايم من اقذر الشتايم. شفنا كانوا بيتعروا وبيعملوا يعني انا امبارح كنت عند اختي وجايه، يعني هما كانوا اول امبارح موجودين، كانوا بيحاولوا يكسروا العين السحريه، ففتحت شتموني، فاخدت بعضي وقفلت. لقيت امبارح بقى مقززه جدا، لقيت براس ولقيت، فبراجع الكاميرات شفت المنظر ده. انا حرفيا ولادي قعدوا يعيطوا وقعدوا يرجعوا. معلش انت كنت بره؟ انا كنت عند اختي، انا يوم الجمعه بروح لاختي. فانا جيت من بره براجع الكاميرات لقيت المنظر ده. لقيت الشقه عباره عن براس. يعني حضرتكم يمكن تكونوا شامين الريحه لحد دلوقتي، انا عماله انضف فيها من امبارح مفيش فايده. الولاد مسكوا البراز وعملوا في الشقه كلها بايديهم، الفيديو موجود. عاملين في الشقه بايديهم، والارض كلها براز. يعني انا عايزه اقول لحضرتك، انا جيت، انا قعدت، يعني انا انهارت من العياط، والعيال قعدوا يعيطوا وترعبوا طبعا، وكنا قارفين نخش الشقه. خبطت على جارتي تحت، جارتي صعقت من المنظر اصلا. فقلت لا، طب انا اعمل ايه بقى؟ انا استغثت مره واثنين وثلاثه وهم بيتمادوا فيها. انا الوضع ده انا فعلا مش قادره. يعني اضغط عليه سريعه من ومعايا في الموبايل ده الفيديو يا فندم، صح كده؟ وانا مسجله فيديو وانا بوريهم الشقه. يعني زي ما انتم شايفين ده الفيديو اللي انتشر على تواصل الاجتماعي على صفحه طبعا الاستاذه. يعني احنا ده كده الاولاد يا فندم يعني لا مؤاخذه، ايوه هم اهاليهم بيتعروا وبيعملوا البراس. ايوه هم عايزين يطفشوني من الشقه باي طريقه. يعني نعتذر عن عرض الفيديو لان في تعري وفي يعني بعض المشاهد السيئه والمشينه والخارجه. اتفضلي كملي. طيب يعني احنا عايزين، ده اللي حصل امبارح، حصل قبل كده تهديد مباشر مثلا بمحاوله التعدي او قتل او اي حاجه؟ لا، هو القتل ده هم جابوا لي بلطجيه تحت البيت مباشره، والجيران كلها تشهد. انا عايزه اقول لكم ان انا حد في حالي جدا، ما حدش يعرفني، يعني انا اتعرفت واتشهرت بسببهم. انا حضرتك انزل بس اسال اي حد واسالهم على اهل طليقها، يعني هم اتشهروا بطريقه وربنا يبارك لهم. يعني الناس تحت يعني متعاطفه معايا جدا على اللي بيحصل. طب انت مثلا دخلتي حد من اسرتهم بعد اللي عملوه دوت؟ حاولت كتير كتير كتير، وجبت لهم ناس وناس قعدوا معاهم وقعدوا مع جواز اخواته، وخلاص يقول لهم خلاص ما فيش حد هيتعرض لها، يحسوا ان الدنيا فيها سكون، يقوموا جايين تاني على الوضع ده وهم عايزين يمشي. ومره هددوني قالوا لي احنا هنقلعك ملط في الشارع اخواته. وانا على الحال. طب السكان العماره، يعني السكان الجيران او الحاجات دي ما حاولوش ان هم يعملوا اي حاجه؟ حاولوا كتير معاهم، لدرجه ما تهزقوا، يعني لدرجه ما قالوا لهم مالكوش دعوه. والجيران بقوا بيخافوا، يعني الجيران اصل فضايح حضرتك،
شتيمه وردح وستات، يعني هو ستات ويا بنت كذا وكلام قذر يعني اقول لحضرتك ايه. ابوه وامه وخاله، مفيش حد عاقل في العيله مثلا تقدري تتواصلي معاه او تواصلتي معاه فعلا؟ اتواصلت يعني قبل ما الموضوع يعني يتصاعد كده، اتواصلنا بعمه محامي، اتواصلنا مع هحل الموضوع وما فيش فايده. اتصلنا بابوه بيتهربوا، جوز اخته كان بيتهرب اللي هو اصلا عياله دوا وجابوه بالعافيه. ناس هنا من البطاش ماسكين البطاش، يعني انا بقيت استغيث بالناس اللي حواليا، يعني ناس كبيره في البطاش، ناس من ضمنهم ماسكين المينا، قعدوا معاه وقالوا له اللي هيتعرض للست دي وعيالها مش يعني هنتخذ موقف، لا خلاص ومش خلاص الموضوع يهدى شويه. هو البنتين هما اللي مسيطرين على العيله كلها، وهم حالفين يعني يطفشوني من البيت باي شكل من الاشكال، عشان ياخدوا الشقه. عايزين الشقه عشان يبيعوها، عشان اخوهم بقى جوزوه ويقعد بقى. انت ذكرتي ان الشقه المجاوره اللي جنب حضرتك بتاعت مين فيهم؟ بتاعت بابا. وهو فضل عايشين يعني قبل طلاقي يعزلوا ب3 سنين، قعدوا في بشار الخير. احنا شفنا في وسط الفيديوهات برضو ايضا حضرتك مصوره من المنظر من فوق، والاطفال كانت بتحاول باين تشتم او ترمي طوب عليكي. هي بنت اختي يعني هي اللي صورتهم اليوم ده، جم ضربوني وكسروا الكاميرات. رحت القسم عشان اعمل لهم محضر، فهم طبعا راحوا سبقوا وقعدوا يصرخوا ويصوتوا عشان يبقى محضر قصاد محضر، ومضى على عدم التعرض. وجم بعربيات زي ما حضرتك شايف، دي عربيه جوز اخته واخته التانية، وكان طليقي واقف تحت شتيمه وعاملين لي زفه في الشارع. الفاظ نائيه بقى. الفاظ بقى. انا المشكله ولادي، انا حقيقه يا جماعه انا مش عارفه اعيش بيئه سويه انا وولادي. يعني انا دلوقتي كذا حد قال لي مش هو عايز الشقه، سيبي له الشقه بالعيال. بالله عليكم يعني انا ولادي، انا عندي استعداد ما اكلش ولا اشرب، بس ازاي ولادي يعني يتربوا مع العالم دي؟ يعني انا معلش، انا ذنبي اني انا واحده عايزه احافظ على ولادي، نفسي اعلمهم، نفسي اربيهم تربيه سويه. انا مش عارفه اربي ولادي تربيه سويه. انا دايما انا ولادي قاعدين مرعوبين، هما لما بييجوا هنا انا ببقى قافله على ولادي، ببقى قاعده خايفه اطلع. انا بجد يعني انا عايزه حمايه يا جماعه، انا عايزه حمايه من الناس دي. انا تعبت وولادي تعبوا ونفسيتهم تعبوا، يكفي ان ولادي حسوا ان هما يتامى. يعني حضرتك انا شايف في دموع وفي بكاء عند حضرتك، عشان حاسه ان انت لوحدك ولا عشان خاطر يأستي؟ انا تعبت من الناس دي، انا فعلا تعبت، انا ولا عارفه اشتغل والحياه صعبه. يعني انا يا جماعه قولوا لي، انا الحياه دلوقتي صعبه اصلا. دلوقتي الزوج والزوجه ما بيقدروش ان هو يعني الزوج الاب بيشتغل شغله واتنين عشان يكفي مصاريف عيلين وثلاثه. انا واحده يا جماعه بطولي، انا واحده بطولي معايا 3 عيال، 6 ابتدائي و3 ابتدائي واولى ابتدائي. انا مفيش شغل، مش عارفه اشتغل اصلا، خايفه كمان على اولادي اسيبهم. باخد نفقه 3000 جنيه بالضالين. الولاد كانوا يرفعوا السماعه، بابا عايزين كيس وعايزين لبس، روحوا خلوا امكم، يا بابا احنا عايزين نشوفك، طب يا بابا احنا محتاجين لك، بابا انا تعبانه، روحوا خلوا امكم بابا انا ضرسي وجعني، طب بابا انا محتاج كذا، روحوا خلوا امكم كذا، طب بابا احنا عايزين. كنت لدرجه يا جماعه انا كنت بجيب له ولاده حسوا باليتم، كانوا يجوا يقولوا لي يا ماما اصحابنا بيقولوا لي انت باباكي فين، كنا بنتكسف نقول ان ماما وبابا منفصلين، يقولوا بابا مسافر بابا. كنت بجيب لهم عربيه تنيه لحد باب بيتهم في بشاير الخير عند والدتهم، كنتش بروح، كنت بجيب العربيه بتاعه المدرسه يروح عشان العيال يشوفوا باباهم. كانت جدتهم تشوفهم، اقسم بالله العظيم كانت تاخدهم علشان يعني يجوا يوصلوا لي، ما ابعتهمش تاني يغسلوا المواعين. انتوا شفتوا بناتي يعني. يعني طيب انا عايز اسال سؤال معلش، وقت الزواج او في اول الزواج، في بدايه الزواج، هل كانت الاسره او اهل الاسره كانوا بيتعاملوا بنفس التعامل ولا هو الوضع ده كده، هو الوضع بس ازداد بقى سوء، كل ما ده ما بيزداد سوء نتيجه لسلبيه الزوج. يعني هو الزوج كان سلبي، كان مخليهم متدخلين في حياتنا بشكل، انا اقول لحضرتك ايه، انا ما كنتش بخرج مع جوزي اصلا. هو مالوش اخوات تانيين او مالوش اخوات صبيان؟ هو وحيد على بنتين. عشان كده يعني لذلك عشان كده يعني دايما كان في تدخل من الاسره واهلها معاكم، ده من اول الزواج زي ما قال الزميل. من اول الزواج وانا بعاني لدرجه اني والدتي
يعني انا والدتي توفت مقهوره عليا، انا والدتي توفت ما فيهاش حاجه، بعد سنه من جوازي مقهوره عليا. حضرتك بتطالبي بايه؟ انا اولا يعني انا بناشد يعني الحكومه وبناشد الجميع، يا جماعه انا عايزه اعيش اربي ولادي في امان، انا مهدده، انا خايفه انا وولادي، انا بخاف امشي في الشارع ممكن يسلطوا عليا. انا يا جماعه بقول لكم انا لو جرالي حاجه انا وولادي هيبقوا هم السبب، يعني لان هم دلوقتي من ساعه وهم عمالين بيعملوا تهديدات للناس اللي مشيره البوستات، وابتدوا يتكلموا في عرضي ان انا بجيب رجاله. طب انا يا جماعه الكاميرات اهي بقالها شهور، حضراتكم تقدروا تراجعوا الكاميرات تشوفوا يعني بيتكلموا في اخلاقي وفي عرضي ان انا كمان بجيب رجاله، يعني هما مش سايبيني في حالي وحاطيني في دماغهم. وانا كل اللي انا بطلبه انا عايزه اربي عيالي تربيه سويه، انا عايزه اربي عيالي تربيه سويه واعيش في امان. الشقه دي يا جماعه معلش من حق البنات، من حق الولد والبنتين، انا معايا بنتين يا جماعه، انا لو جرالي حاجه العيال دي هيترموا في الشارع هيتمرمطوا. الشقه دي بتاعت البنات، المفروض ان الشقه دي يعني البنات تبقى بتاعتهم وباسمهم، لان العيال دول هيتمرمطوا حرفيا. يعني انا كل مره بدعي ربنا يديني الصحه لحد ما اكبرهم وافرح بيهم، لاني انا لو جرالي حاجه العيال دي هيتبهدلوا فعلا. يعني انا مش عارفه الاحق يا جماعه ما بين مصاريف ولادي، ما بين ان انا اكفي احتياجاتهم، ما بين ان انا ادفع لمحامي عشان ادافع عن شقتهم، ما بين ان انا بتحارب من كل جبهه من ضرب وشتيمه واهانه. انا مش عارفه انا اقول لكم ايه بس. كان الله في عون حضرتك. طبعا عايز اقول لحضرتك يعني الناس كلها متعاطفه مع حضرتك وكلها بتطالب بحق حضرتك، وكل الناس يعني واقفه معاكي. وزي ما حضراتكم سمعتوا معانا معاناه الزوجه من مضايقات الطليق اللي تسبب في يعني ضيق النفس، وايضا التسبب في بعض الافعال الدنيئه من تعري اولاد اقاربه، وكمان التبرز امام الباب وضيق الحال على الزوجة، وكمان يعني تهديدها ببعض البلطجية كما ذكرت. وطبعا هي مركبة كاميرا وثابتة كل ده على صفحتها الرسمية، وهي بتطالب بالقبض على ضيقات ليها، وده طبعا حق أصيل للزوجة الحاضنة بنص القانون للشقة. وطبعا نتمنى ليها يا رب إن شاء الله الخير، وإن شاء الله ربنا يعدي هذا الموضوع على خير وحقها يرجع بإذن الله. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، يعني من حضراتكم شفتوا ده الموقع اللي كانوا بين الاطفال، هنا المكان اللي حصل فيه التبرز بالظبط، ويعني من نفس يعني الكادر كده بالظبط هو ده المكان اللي حصل فيه التبرز، من نفس المكان، والاطفال كانوا بيمسحوا التبرز بتاعهم على البيبان عشان يضيقوا الحال على الزوجه. ربنا يا رب يقويها ويعينها على هذا الفعل. نتمنى يا رب ان شاء الله حقها يرجع لها عشان تعيش عيشه هانيه. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، دمتم في رعايه الله.